ديما المغرب النهارده تعادلت مع البرازيل في ماتش قوي جدا، ند بند، راس براس، ودي اهم حاجه هي عملتها واللي خلاها تعرف تلعب واقفه على رجليها ومش خايفه. وعلشان كده انا شايف الماتش ده بعيد عن الكوره، ماتش مفاهيم، ماتش عقيده عند العرب، ماتش عقده الخواجه. ودي الكارثه والمشكله الاساسيه بتاعتنا في كل حاجه في حياتنا. احنا اول ما بنعرف اننا هننافس اي حد في الغرب بنخاف ونترعش ونحس ان هم كائنات فضائيه بيمشوا على الحيطه وعندهم 5 رجلين واحنا اقل منهم. نفس الفكره بتتكرر في كل حاجه، منافسه علميه، مسابقه ثقافيه، اختراعات، صناعات، اي حاجه اجنبي لازم تبقى احسن مننا. وهو ده الاستعمار الفكري. كافيه اجنبي بيفتح يعمل كابتشينو، واو ذا فايبز ار جريت، اتس نيكست ليفل بجد، وتلاقي ثمنه 500 جنيه. لكن نفس القهوه ونفس البن ونفس الميه على عربيه ب 40 جنيه نحاول نتدارى واحنا بنشتري منه لحسن حد يشوف. اي حد دلوقتي بيفتخر ان ابنه بيتكلم انجليزي وما بيعرفش يتكلم عربي، جاتكم خيبه. وانتوا اصلا جايين من ورا اي حد بيسافر اي دوله بقى يقول اصل عندنا هناك في كندا، اصل عندنا هناك في اوروبا، اصل عندنا هناك في امريكا. والنبي تتلهي. امريكا اللي بتنظم كاس العالم من يومين اتسرق فيها معدات التدريب بتاعه المنتخب الانجليزي في كاس العالم اللي المفروض التامين بيكون ليفل الوحش. الحادثه دي لو كانت حصلت عندنا في الوطن العربي كنا هارينا نفسنا شماته وكوميكس وجلد ذات قبل ما الغرب يهاجمونا. الاعلام الغربي اللي كان شغال تنظير ودروس في الاخلاق والحريه على قطر لما كانت بتنظم كاس العالم ولا كأن حاجه حصلت. احنا للاسف امه بتصنع الاحساس بالنقص وبنزرعه جوه الدي ان ايه بتاعنا، عاملين زي اللي وارث ذهب ومبهور بصفيح غيره. طول ما انت شايف نفسك قليل هتفضل في نظر الناس قليل. احنا اصل الحكايه، احنا اصل التاريخ، احنا اصل العلوم، احنا اصل الرياضه، احنا اصل كل حاجه. ارفع راسك واعرف قيمتك انك عربي. يا اخي ده كفايه ان احنا عندنا شطافه. يوسف ماي سون اي لاف يو. السلام عليكم.